وابن آدم لا يملك شيئا من أمر نفسه إلا بتوفيق الله، كما في قول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. والله في الكتاب الكريم يقول: وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم. وإذا الله وفق العبد في كل أحواله إلى الالتجاء إلى الله جل وعلا في الأدعية والتوبة والإكثار من ذلك ومن الاستغفار، كان حريا أن تكون أموره ميسرة، وأن يحصل له من الله عون ولطف. وإن رأى أمورا تعقدت وأحوالا مقلقة فليعلم أنه إنما أتي من نفسه، فليحسن الرجوع إلى الله جل وعلا بالتوبة والإنابة. والله سبحانه وتعالى عند ظن عبده به إذا تاب إليه وأحسن الظن بربه أنه سوف يعفو عنه، يعفو الله عنه.